وانا خارجه كده بلاقي اتنين راجل وست متجوزين، كل واحد فيهم ماسك موبايل، واللي بيلعب جيم واللي طول الوقت عمال يسكرول. ببقى مستغربه قوي، مثلا واحد فيهم وراه حاجه وهيكلم التاني او هيهتم بالتاني، لكن لقيت ان هو لا، ده كتير قوي. طب انتوا خارجين ليه؟ والله ده السؤال، انتوا خارجين ليه؟ خارجين تلعبوا جيم بره؟ خارجين تمسكوا الموبايلات بره؟ بغض النظر عن الناس اللي وراه شغل، انا مش بتكلم ان حد وراه شغل فبيحاول على قد ما يقدر يوفق، لكن بتكلم الناس اللي هو للدرجات دي الكلام بينا خلص؟ للدرجات دي فقدنا شغفنا من بعض؟ للدرجات دي بقى الكلام هم وتقل ومفيش حاجة بيني وبينك نتكلم فيها، او مبقاش فيه شغف في الحياة؟ لما بشوف اتنين كده بيصعبوا عليا قوي. دول مش عايشين، مفيش بينهم اي حاجة غير ممكن يكون الامن ان احنا موجودين وهي حياة وخلاص، او دول بقى اللي عايشين اهي حياة وخلاص. عايشين اهو ايام وبتعدي ودينا بنربي العيال. حرام والله، لانه بيبقوا صغيرين قوي في السن على كده، صغيرين يبتدوها من بدري، او نربي العيال. يعني يبقى حد عنده في الثلاثينات ولا في اول الاربعينات لسه يا دوبك يعني المفروض يعيش لسه بصحته، المفروض يستمتع، المفروض يجري، المفروض يتحرك وعجوز كده. كبرنا قوي كده. بحس الناس دي كبرت قوي من جوه. لو انت كده وبتعمل ده دلوقتي، حرام عليك حياتك. حاول تلاقي نقطة لقاء بينك وبين شريكك، او بينك وبين مراتك. حاول تتكلموا في حاجة تكونوا مهتمين بيها مع بعض، ولو انتم مش مبسوطين الاحسن تسيبوا بعض. مش طبعا عشان الناس اللي هتطلع تقول عشان الموبايل نسيب بعض، لا، مش عشان الموبايل، عشان ما بقاش في حوار اصلا. بل احنا المفروض خارجين نتكلم ولا ناكل ونفتح حوارات ونبقى مع بعض ونقضي وقت لطيف ونعمل ذكريات حلوه، ونشوف نخلي ولادنا يشوفونا واحنا منسجمين مع بعض. لا، احنا كل واحد فينا في عالم، كل واحد فينا في وادي، كل واحد فينا ليه حياته. واحنا المفروض الجواز ان في حياه مشتركه، في معلومات بنقولها لبعض، في كلام بنقوله لبعض، بنهزر، بنضحك، بنعمل. مش كل واحد احنا قاعدين مع بعض بالجسم، لكن فكر وشعور وحياه، كل واحد في حياه تانية. ولا المفروض اكمل كده؟ لا، حياه صعبه جدا. راجع نفسك لو انت بتعمل ده، وحاول تعيد اكتشاف شريكك من اول وجديد، وتحاولوا تلاقوا نقطه تلتقوا فيها، حتى لو جيم تلعبوا، حتى مع جيم تافه على فكره، اي حاجه، المهم نلاقي حاجه نعملها مع بعض. يا سيدي العب كوتشي، العب، اعمل اي حاجه، بس ما تقعدش كده، ما تقعدش انت في عالم وهي في عالم. حاولوا لقوا اي حاجه لو بسيطه مع بعض تعملوها، وولادكم لازم يشوفوا ده، انه فعلا بيأثر عليهم بايجابي جدا لما يكونوا منسجمين، بيأثر عليهم سلبي جدا لما يكون كل واحد في وادي، وهم بيحسوا وبيتأثروا وبيتوجعوا وانتم مش واخدين بالكم. كان معاكم دينا.